مساء الخير. آه، في بداية هذا المقطع أحب أوجه تحية للفريق شفيق وعلى موقفه. وكما قلت في السابق فهي مجرد من نهاية معركة وبداية حرب حقيقية ضد هؤلاء الرعاع وشمام الكل، بقيادة تلك الجماعة الإجرامية التي سمونها الإخوان. ويجب الشروع من الآن في تكوين حزب سياسي لضمان عدم تفتت الكتلة التصويتية التي صوتت للفريق الشبيه، وهي تقريبا 50%. يعني هذا الرجل اللي هو إيه، إذا كان ناجح ده بعد الزيت والسكر يعني فهو ناجح على الحروق. تاني نقطة برضو يعني ايه مسألة بقى الشتيمة في الجيش وفي القضاء بتاع الكلام ده كلام عبيط، هم اللي يعملوه احنا ما نعملوش. احنا بنحيي القوات المسلحة على دورها وبنحيي القضاء ونحترمهم ونحترم قرارهم، وسنقف دائما خلفهم، ليس دفاعا فقط عن مدنية الدولة أو مدنية مصر، ولكن دفاعا عن مصر ذاتها من هؤلاء الكلاب والأوغاد. ممكن نعتبر برضو ايه بالنسبة لما حدث ما قبل الانتخابات سواء بعد الانتخابات هو حتة هلفوت استبن، لا راح ولا جه ولا ليه أي تأثير في أي شيء. برضو بالنسبة لحملة الفريق شفيق، يجب الآن برضو بالإضافة للحزب السياسي هو إعداد قوائم سوداء لكل كلب حقير ولكل شمام كل ساند هؤلاء الرعاع في الوصول إلى هذا اليوم. وزي ما هم بيعملوا قوائم سوداء سيكون لنا قوائمنا سوداء، وسنطاردكم حتى قبوركم يا أولاد القحاب. لا في صلح ولا تفاوض ولا سلام بيننا أبدا. لسنا يدا واحدة ولسنا لا يجمعنا أي شيء سوى عداء حتى الموت ليكم. آه، ده بالنسبة لحملة الفريق شفيق. بالنسبة للكلاب الإخوان، الحقيقة أولا حاجة أحب إن أنا أشكركم للأمانة، يعني إنكم أنتوا في أشهر قليلة بالفعل بلورتم، نجحتوا في بلورة تيار معادي ورافض لكم لأي تفاهم أو أي صلح أو حلول وسط معكم. وهذا التيار سيستمر، وهو الذي سيرسلكم إلى قبوركم في القريب العاجل، فلا تفرحوا كثيرا يعني. بالنسبة لاستبنكم المعتوه المدعو مرسي الكرسي، فده هذا المعتوه هو رئيس لمعاتيه مثلكم، هو ليس رئيس. يعني أنا غير معترف بيه كرئيس، وادعو ايضا حمله شفيع عدم الاعتراف بيه كرئيس، مش عن طريق اثاره اضطرابات او فوضى، لكن هذا الرجل ليس رئيسنا، لا نعترف به، لن نخاطبه لحظه باحترام. السخريه منه واهانته الى ان يذهب للجحيم هو وجماعته سيكون هو تعاملنا مع هذا الكلب. ده كل اللي حصل النهارده، ان برضو هم معتقدين ان هم جابوا رئيس، هذا الرجل ليس رئيسا، وانا اول الرافضين لهذا الكلب، وهو ليس رئيسا لي. لن اخاطبه يوم على انه رئيس لمصر الى ان يذهب للجحيم هو وجماعته. وبرضه في النهايه بعد بقى ما حصل ما حدث، وبالذات في الفتره الاخيره من الانتخابات، طبعا هذا الكلب هيطلع يكلم الناس يقول لهم بقى ونحن مصالحه وطنيه لا، لن نضع ايدينا في ايدي قتله ومأجورين وشمامي كله، لا. سيظل هذا الصراع موجود، ستظل نسبة 50% من هذا الشعب رافضة ليك، ولن يحدث صلح بيننا ولا تصالح، وسنعمل على اسقاطك. ومن يضحك أخيرا سيضحك كثيرا. بس ده في النهاية برضو أحب أوجه كلمة للدراجات اللي بيستأجرها تلك الجماعة الإجرامية من شمام الكل. أنتم حتى أحقر، اكتشفت أن أنتم أحقر مننا، أنا حتى تف عليكم، أنتم حتى لا تستحقوها. فلا كلام بينا ولا أي رسالة. اذهبوا إلى الجحيم أنتم وثورتكم وشهدائكم الجرابيع، إلى الجحيم جميعا. وإلى اللقاء في مقطع قريب. وبعدين بالمناسبة بس أصل أنا للأسف الشديد ما عنديش هنا في المكتب النسخة من دستوركم القرآن عشان أقطعه قدام عينكم كاحتفال. هو ده هيكون لي احتفال، فلما أرجع البيت هبقى على المخبأ الشهير بتاعي، هبقى هقطعه قدام عينيكم احتفالا بفوز كلبكم، لتكون دي افتتاحية جميلة لبداية الحرب بيننا. ولا سلام على الأشرار.